السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقه جميله وسهله جدا. ازاي هنقدر نطلعه كريمي ولذيذ، واللي هو بالوش المكرمش الحلو اللي احنا بنبقى عايزين نعمله من بره ده، ومغذي جدا وحلو جدا. وده بصراحه يعني معشوق الاطفال كلها والكبار كمان يعني بيحبوه. زي ما انت شايفين كده ما شاء الله كريمي جدا وحلو جدا. ومن النهارده بقى مش هتستصعبيه ولا تقولي صعب معايا ولا الكلام ده كله. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، ومن كتر حلاوته يعني انت ممكن تقومي تعمليه كل يوم يعني. يلا مع بعض بقى نشوف الطريقة والمقادير. معانا حلة فاضية دلوقتي، دي عشان نعمل فيها الرز. في ناس بتبتدي اللي هي بسلق الرز بتسلقه من اللبن على طول في الاول، انما انا ما بحبش الطريقة دي لان هي بتستعمل او بتستخدم لبن كتير. هي طريقة جميلة جدا جميلة جدا يعني، وبتبقى يعني اللبن من الاول، الرز من الاول بيبقى فيه طعم اللبن، بس بتستهلك كمية لبن كبيرة جدا لان اوريدي اصلا الرز مش مستوي، فعايز يستوي في حاجة فهيضطر ان هو يستوي في اللبن، فهياخد مننا كمية لبن كبيرة. انما دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ انا حطيت انا مستخدمة 3 كيلو او 3 كيلو لبن. هستخدم عليه كوباية ونص رز، تمام؟ على كل كيلو كوباية، من كوباية ونص الكوباية سوري، نص كوباية، اسفة، نص كوباية للكيلو. يعني احنا عايزين هنعمل مقدار كيلو لبن، يبقى هناخد عليها نص كوباية رز، او ممكن نستخدم مش نص كوباية، ممكن نستخدم كوباية الا ربع زي ما احنا حابين كمية الرز عاملة ازاي في الرز اللبن، تمام؟ هنحط بقى على الكمية دي، حطي مية كتير جدا، يعني مثلا على نص كوباية دي حطي مثلا 3 4 كوبايات. حطي كمية مية لحد ما تلاقي الرز عامل زي اللي هو ايه، خلاص بيتهري في ايدك هري كده. فاحنا مرحلة السوا الأولانية دي ما بنعملهاش أو بنقيمهاش إلا لما بنشوف الرز بتاعنا استوى خالص، اللي هو يعتبر اتهرى. فبنزود كمية المية دي لحد ما نشوف نتيجة الرز بتاعنا ده، اللي هو المهري خالص، تمام؟ بعد كده بعد ما استوى خلاص، وصلنا للنتيجة بتاعة الرز المطلوبة بالنسبة لنا، هننزل بكمية اللبن. حابة تنزلي باللبن مغلي مفيهاش اي مشكله، حابه تنزلي بيه من غير ما يكون مغلي برضه مفيهاش اي مشكله عادي. كده كده ولا كده اللبن اصلا اوريدي هيغلي على النار، فالبكتيريا بتاعته هتموت يعني، تمام؟ بعد كده زي ما قلت لكم نزلنا اللبن بتاعنا، كان فيه وش قشطه طالع من عليه، فانا حطيتها تاني لان انا كده كده اصلا هحط كمان قشطه عليه، تمام؟ سبت بقى اللبن مع الرز يغلي غلوه حلوه كده. بعد كده دي عندي قشطه انا كنت بشيلها من على وش اللبن، هنزل بيها كلها. يعني انا معايا يجي كوبايه ولا حاجه من القشطه. بصي القشطه دي بالذات او الاضافات اللي احنا هنضيفها في الفيديو النهارده كلها اختياري. احنا ما شاء الله اللهم بارك كان زمان بيعملوا الرز بلبن باللبن بس، وبيطلع ما شاء الله حاجه خرافيه. بس دي اضافات بتخليه غني وبتزود القيمه الغذائيه بتاعته، وبتخلي طعمه جميل مش اكتر. كل دي اضافات ما فيهاش اي مشكله، تمام؟ يعني انا نزلت دلوقتي بالقشطه. القشطه دي برضو على حسب انت حبك ليها. طيب القشطه كمان ليها عامل اساسي برضو في كرمشه وش اللبن. يعني اللبن لما بيكون دسم بنسبة ان هو يعمل وش اكتر بتبقى نسبة اكبر، تمام؟ فدي برضو حاجة من ضمن ان احنا لو احنا عايزين الوش بتاع اللبن يكرمش بنزود له قشطة، او بنجيب لبن كامل الدسم، او يكون فيه اللبن بتاعه، او واثقين من الناس اللي بنجيب منهم يعني اللبن ان القشطة بتاعته كتيرة يعني، او فيه قشطة كتير، تمام؟ تاني اضافة عندنا بقى غير القشطة هنزود نشا وكريم شانتيه، تمام؟ يبقى انا معايا حطيت جبت كوبايه، نص كوبايه ميه، زودت عليها على مثلا على كل كيلو هنحط معلقتين نشا. كل كيلو بياخد معلقتين نشا ولا حاجه، او 3 معالق على حسب انت حابه القوام عامل ازاي، تمام؟ طيب حطينا دلوقتي مع النشا، حطيت انا 3 او 4 معالق كريم شانتيه، برضو دي حاجه اختياريه خالص مش شرط ان انت تحطيها، تمام؟ حطيت 3 معالق كريم شانتيه مع النشا، وهضربهم كويس جدا. انا عايزاهم يطلعوا زي قوام اللي هو الفومي ده، فانا هحطهم في طبق اوسع شويه، وهروح ضربهم كويس جدا بالمضرب السلك العادي اللي هو اليدوي لحد ما يتضاعفوا شويه كده، وبعد كده هنزل بيهم على الرز بلبن. ممكن الخطوه دي نحطها
ونستبعد القشطه خالص على فكره عادي، بتبقى جميله برضو، تبقى اللي هي مكان القشطه. لو احنا برضو ما عندناش متوفر عندنا قشطه، ممكن نجيب الكريم شانتيه ونعمله زي الربه كده، او نضربه ونحطه على المكونات، بيبقى حلو جدا وما فيهوش اي مشكله عادي. تمام، خلصنا مرحله القشطه ومرحله الكريم شانتيه والنشا، وقلبنا كويس جدا. المهم لما احنا نيجي نحط النشا نقلب على طول، ما نسيبهوش خالص عشان الخليط ما يتقلش مننا بسرعه او يكلكع من الارضيه. تمام، دلوقتي حطيت السكر. نسبه السكر دي على حسب انت حابه السكر عامل ازاي. السكر دي تدريجي، مش مش نسبة معينة. فالسكر دي في مرحلة السكر دي انت بقى حطي نسبة السكر اللي عيلتك بتحبها او اللي انت بتحبيها. تمام، انا حطيت مثلا يجي نص كيلو سكر او اكتر شوية، انا مش متذكرة، بس دي على حسب برضو انت حابة السكر عامل ازاي. دلوقتي انا نزلت بكمية الكريم شانتيه والنشا، فاول ما هنزل بيهم هبدأ تقليب على طول، تقليب مستمر ما بنوقفش، عشان النشا ما يكلكعش مننا او يخلي الرز بلبن يكلكع مننا من تحت. تمام، بعد ما اخلص كل المكونات دي كلها هروح حاطه رشه فانيليا بسيطه، اللي هي تخلي الريحه حلوه بس مش اكتر عادي. انا حطيت فانيليا بودر، فحسيت انها ريحتها ضعيفه شويه، فزودت نقطتين كده من الفانيليا السايله برضو، يعني ظبطت معايا المسائل وتمام زي الفل. هقلب بقى كويس جدا دلوقتي لحد ما اوصل للقوام اللي هو انا عايزاه. ما بنتقلش الرز بلبن قوي، او بنسيبه على النار يغلي كتير قوي عشان احنا عايزينه كريمي. فاوريدي لما احنا عايزينه كريمي ما بنتقلوش على النار او نخلي النشا فيه كتير. نسبة النشا اللي انا حطها على الكيلو حلوة جدا، بتخليه كريمي، مش بتخليه له عامل زي المهلبية. يعني انت ممكن تزودي كمان، يعني انا حاطه معلقتين ونص على الكيلو الواحد، ممكن تزودي، ممكن 3 معالق ونص، ما فيهاش اي مشكله. اكتر من كده هتحس ان هو عامل زي المهلبيه كده. احنا عايزين قوامه يبقى كريمي، فبنزودش نسبه النشا قوي فيها. تمام، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اهو. التيست بتاعنا اللي احنا بنختبر بالرز بلبن ان احنا بنجيب معلقه او اي حاجه، نعمل خط كده من النص، لو لم على بعض يبقى احنا كده عايزينه شويه كمان يستوي على النار. لو ده انه زي ما هو ثابت ما لمش على بعض، يبقى كده تمام زي الفل. ممكن تسيبيه شويه على النار كمان في الوقت ده، يعني ممكن تسيبيه شويه على النار ياخد غلوتين كده، النشا تقعد اكتر، بعد كده تغرفيه في الاطباق بتاعتك عادي، ما فيهاش اي مشكله. تمام، الاضافات اللي انا ذكرتها في الفيديو كلها دي اضافات اختياريه. تمام، اختياريه خالص، يعني اي حاجه مش عندنا ممكن نستبعدها تماما. ممكن نحط كمان حاجات زياده، ممكن نحط كريمه لباني، ممكن نحط لبن بودر، ممكن نحط مثلا قشطه اللي هي المعلبه. كل الكلام ده حاجات اختياريه، بس بتزيد القيمه الغذائيه اكتر. تمام، دلوقتي هنحط الفانيليا. حطيت الفانيليا دلوقتي اللي هي البودر، فلما انا حسيت ان هي مش مديه طعم ولا مش مديه ريحه يعني، فضفت عليها نقطتين كمان من الفانيليا السايله، تزود التست معايا شويه. زي ما شايفين كده اهو، زودت نقطتين كده لان القلبة كانت بتنزل حاجه بسيطه فنزلت منها شويه. هقلب بقى المكونات كويس جدا، الفانيليا مع الرز بلبن. زي ما انتم شايفين كده، لو انتوا لاحظتوا الرز بلبن عمل وش قشطه كده جميل جدا على الوش لما انا سبته يهدى شويه عشان احطه في الاطباق. ما شاء الله جميل جدا، ده كمان لما يقعد في التلاجة هبقى خرافي جدا. طيب انا دلوقتي جبت الاطباق بتاعتي. لمي البولات اللي عندك في البيت كلها واعملي بيها. تمام، طيب انا بقى لو عايزه الرز بلبن يطلع بالوش المكرمش بتاعي، وهو يعني هنحطه وهو سخن عادي، اللي هو يعني لسه هادي، ننزل من على النار نهديه شويه. تمام، عايزين بقى ان هو نخليه يعمل الوش المكرمش بتاعنا، اول ما يهدى حاجه بسيطه نروح جايبين لو احنا عندنا اطباق بتتقفل يبقى كويس جدا، نروح حاطين الاطباق دي وعاملينها وقافلينها. طيب لو احنا ما عندناش الاطباق دي، ممكن ستريتش راب او اللي هو الستريتش فويل ده، ونغلف الاطباق بتاعتنا كده. تمام، الاطباق بتاعتنا هتكرمش وهتعمل الوش بتاع المحلات اللي بنلاقيه من بره. تمام، طيب لو احنا ما عندناش، هو مش هيعمل وش مكرمش زي اللي بره قوي،
عشان هو عايز حاجة تتقفل عليه، عايز البخار يتكتم فيه او الحرارة بتاعته تتكتم فيه فيروح مكرمش. هو دي المقصد من الوش المكرمش مش اكتر. تمام. هي دي بس الخطوة اللي بتخلي الوش معانا متكرمش في الرز بلبن. غير كده عادي، مش هندقق يعني ولا هنقول حاجة على الرز بلبن العادي بتاعنا. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، دي عينة من الباقي اللي طلع معاه. ال3 كيلو لبن ما شاء الله ممكن يطلعوا معاكي من 25 طبق ل28 طبق على حسب الاطباق اللي انتي عاملاها صغيره او كبيره. ممكن نحطها في طواجن كمان وندخلها الفرن تاخد وش فرن، تبقى جميله جدا وخرافيه جدا. ان شاء الله هسيب لكم مقادير الكيلو في الديسكربشن بوكس عشان تقدروا تعملوها كويس جدا. لو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه. والسلام.